الاتصال عندنا من المملكة العربية السعودية مركز الفتنة. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. أحسنتم وبوركتم. تفضلوا. بارك الله فيك وفي علمك. أحسنتم. وأرجوك يا شيخ، أرجوك لا تكثر الخط. أنا في خدمتك. تفضل. بارك الله فيك وفي علمك. قبل قليل أنت قلت أن عائشة ترضع على ما يقول من هب ودب. الدليل، وأنا أسألك سؤال وأسألك بالله جاوبني بصدق وبدون ما تكثر الخط. هل أنت ابن متعة؟ لا، لست ابن متعة. جاوبنا عن الموضوع. لا. وأنت تقول أنا بارك الله فيك. لا ما هو دليلك؟ لا، ما هو دليلي؟ لأن ما هو دليلي؟ ما هو الدليل؟ لأن والدي موجود وأمي موجودة وأنا أعيش معهم في بيت واحد. أنت ابن المتعة، كيف تقول أن عائشة أرضعت من الصحراء ومن البادية ومن... لأن موجود في كتابك أخي العزيز. الآن أرجوك، الآن أنت لم ترى كتبك؟ الحمد لله أثبت ذلك. الآن أخي المحترم، الآن أريتك سنن أبي داود. قال كانت عائشة، وهذا موجود في مذهبك. هذا موجود في مذهبي. هذا كتاب سنن أبي داود أخي المحترم. سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، طبع دار الفكر، طبع سنة 1426، دار الفكر بيروت. هذا موجود في مذهبي. كتاب النكاح باب من حرم به، رقم الحديث 2061. كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوانها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد. أخي العزيز، هذا من كتبي. هذا سنن أبي داود السجستاني، وهو من أكبر علمائكم، أحد الصحاح 6 مسانيد ال6 هو هذا. أنت تقول هذا في كتبنا. اتصال عندنا من المخالفين. تفضل. تفضل. موضوع يا شيخ، هل عند الدليل ان عائشة كانت ترضع الكبير ومن ارضعت؟ نعم، عندنا على ذلك دليل، قد رويت ذلك في كتبكم، نريكم ذلك. ما هو دليلك يا شيخ؟ ماذا دليلنا؟ أن عائشة هي... اسمح لي أقول لك شغلة. أنا إذا كانت... دعني أريك ذلك، دعني أريك، بارك الله بك. هل كانت عائشة ترضع بنفسها؟ إخواننا الأعزاء، هذا كتاب التحرير والتنوير لعالم العمرية الشيخ محمد طاهر بن عاشور، الجزء الرابع. في هذا الكتاب أعزتنا المشاهدين في صفحة 279 سورة النساء سورة النساء. وما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر سهل ابن سهيل زوجة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة لما نزلت آية وما جعل أدعياءكم أبناءكم إذ كان يدخل عليها كما يدخل الأبناء على أمهاتهم، فتلك خصوصية لها. وكانت عائشة إذا أرادت أن يدخل عليها أحد الحجاب أرضعته. تأولت ذلك من إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسهل زوجة أبي حذيفة، وهو رأي لم يوافقها عليه أمهات المؤمنين، وأبين أن يدخل عليهن بذلك، وأبين أن يدخل أحد بذلك. بل هذا صريح أن عائشة كانت ترضع بنفسها، وهذا من كتبكم وليس من كتبنا. وأيضا ممن صرح على ذلك هو مصنف كتاب فتح المنعم في شرح صحيح مسلم، وهو موسى شاهين الآشين. بل طبع دار الشروق الجزء الخامس طبع سنة 1423 في دار الشروق في القاهرة. في هذا الكتاب في صفحة 622
بلي. وكانت عائشة ترى أن إرضاع الكبير يحرمه، يعني يجعله محرما، وأرضعت غلاما فعلا وكان يدخل عليها، وأنكر بقية أمهات المؤمنين ذلك كما يظهر من الرواية 12 والثالث عشر. فهذا أيضا صريح إن عائشة كانت تمارس بإرضاع الكبير بنفسها، كانت تمارس بإرضاع الكبير بنفسها. فهذا من كتبكم وليست من كتبنا، بارك الله فيكم. أما بقي السؤال، إن عائشة لم تصبح حبلى في حياتها، لم تحبل، فكيف الحلب؟ فأنا لا أدري ذلك، اسألوا ذلك عن عائشة. يا عائشة إذا لم يكن الحلب فماذا كنت تفعلين؟ فأنا لا أعرف ذلك أخي العزيز، أخي العزيز. بل إذا هنالك كان في هذا الأمر أي عيب أو أي قبح لا تلوموني، لوموا عائشة، لوموا عائشة ولوموا علماءكم. أخي المحترم، ليس في ذلك ذنبي ولا في ذلك أي جرم مني، هذا ما كتبه علماؤكم، وما كانت عائشة تفتي بذلك، وما كانت عائشة تأمر بذلك، وأنتم تقبحون ذلك الأمر. بل تقبحون ذلك، ليس بذنبي. إخوتي الأعزاء، هذا كتاب سنن أبي داود السجستاني للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، طبع دار الفكر، طبع سنة 1426 في دار الفكر في بيروت. في هذا الكتاب أعزتنا كتاب النكاح، باب من حرم به، رقم الحديث 2061. بل يروي يقول: كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوانها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس. فهذا هو إن عائشة تمارس نفسها، بنات أخواتها، بنات إخوتها كلهم، آل أبي بكر كل نسائهم كلهم، بل رجال يأتون من الصحراء، رجال يأتون من العرب من البادية، كل بدوي يأتي بل يقول: أنا أريد أن أدخل على عائشة، فتقول أسماء تعال، بل زوجة عبد الرحمن بن أبي بكر تقول تعال تعال، هذا بنتي، هذا يرضعك. فهنالك صف للرجال بل يدخلون على النساء. هذا أنتم رميتم في أصح كتبكم. بل نعم، إن ذلك فضيحة، فضيحة، أعرف ذلك، ولكن أنتم بل تدافعون عن ذلك الفضيحة. هذا تقصيري أنا فعلت ذلك أم عائشة فعلت ذلك؟ ما هو جرمي؟ الاتصال عندنا من المملكة العربية السعودية، مركز الفتنة، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. أحسنتم وبوركتم، تفضلوا. بارك الله فيك وفي علمك. أحسنتم. وأرجوك يا شيخ، أرجوك لا تكثر الخط. أنا في خدمتك، تفضل. بارك الله فيك وفي علمك. قبل قليل أنت قلت أن عائشة ترضع على ما يقول من هب ودب. الدليل، وأنا أسألك سؤال وأسألك بالله جاوبني بصدق وبدون ما تكثر الخط. هل أنت ابن متعة؟ لا، لست ابن متعة. جاوبنا عن موضوع. لا، وأنت تقول أنا لا أقطع. ما هو دليلك؟ لا، ما هو دليلي؟ لأن ما هو دليلي؟ ما هو الدليل؟ لأن والدي موجود وأمي موجودة وأنا أعيش معهم في بيت واحد. أنت ابن المتعة، كيف تقول أن عائشة أرضعت من الصحراء ومن البادية ومن؟ لأن موجود في كتابك أخي العزيز. الآن أرجوك، الآن أنت لم ترى كتبك؟ الحمد لله أثبت ذلك.
الآن أخي المحترم، الآن أريتك سنن أبي داود، قال كانت عائشة. وهذا موجود في مذهبك. هذا موجود في مذهبي. هذا كتاب سنن أبي داود أخي المحترم، سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، طبع دار الفكر، طبع سنة 1426، دار الفكر بيروت. هذا موجود في مذهبي. كتاب النكاح باب من حرم به، رقم الحديث 2061. كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوانها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد. أخي العزيز، هذا من كتبي، هذا سنن أبي داود السجستاني، وهو من أكبر علمائكم، أحد الصحاح 6 مسانيد ال6 هو هذا. أنت تقول هذا في كتبنا، هذا ليست في كتبنا، هذا في أما كتبنا. بالنسبة إلى عائشة، إنك قد أخذتك العزة بالإثم، قد أخذتك العزة بالإثم. عائشة تأمر بالرضاع الكبير، وما ذنبي؟ ليس فقط تأمر برضاع الكبير، بل إنها تقول إن في ذلك هنالك آيات في القرآن الكريم، آيات في القرآن الكريم. هذا ما هو ذنبي يا أخو المحترم، ما هو ذنبي؟ إن هذا الشيخ الفقير أمامكم، ما هو ذنبي؟ أنتم تغضبون علي. هذا كتاب صحيح مسلم، مسلم للحجاج القشيري، طبع دار الفكر، طبع سنة 1432 في دار الفكر في بيروت. كتاب الرضاع باب التحريم برضعات 5. عن عائشة: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هي تمارس الرضاع الكبير بنفسها، هي تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها بإرضاع الكبير، ثم لا تكتفي بذلك، تقول إن أيضا إنها موجود في القرآن، آيات نزلت في القرآن. أين هذه الآيات؟ لا نعلم. في أي سورة؟ اسألوا عائشة.